إحساس الخوف من الوحدة. كتير من الناس بيدوروا على علاقات، كل ده عشان حاجة واحدة بس، إن هما خايفين من الوحدة. وكتير من الناس برضو بيقبلوا أي علاقة حتى لو كانت مؤلمة، بيحاولوا إن هما يتعايشوا معاها علشان برضو خايفين من إحساس الوحدة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم الدكتورة هند عزت. ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك في القناة، ولو عجبكم الفيديو شيروه لأكبر عدد من الناس عشان تعم الفايدة. إحساس الخوف من الوحدة بيسبب عجز كبير قوي عند ناس كتير. مجرد الفكرة نفسها عاملة زي إنذار الموت، لدرجة إن الإنسان ممكن يقبل بأي علاقة ويجي على نفسه، ومن كتر الألم ممكن يستحمل ويستحمل في سبيل إنه ما يعيش لوحده. الوحدة بالنسبة له عاملة زي الشبح بالظبط، كل اللي بيحركه في أي علاقة وبيبقى مع الشخص هو فكرة الوحدة. أنا خايف أبقى وحيد، أنا خايف أبقى لوحدي، أنا لازم أجي على نفسي شوية عشان خايف أعيش لوحدي. بدل ما نستثمر في علاقتنا مع اللي حوالينا تلاقينا دخلنا في علاقة غير صحية، علاقة تلاقينا بندي فيها كتير قوي وبنستنزف من روحنا، كل ده عشان خاطر فكرة واحدة بس. وجود الناس في حياتنا مهم جدا، واحنا محتاجين لوجود الناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان محتاج لسيدنا أبو بكر وكان بيستأنس بيه، فاحنا بنستأنس لوجود الناس. لكن المشكلة إن لما العلاقة تتحول من مصدر طمأنينة لمصدر تهديد بسبب استقبالك، بسبب تشوش تفكيرك، بسبب خوفك إن أي حد يسيبك، فتفضل وحيد. عشان كده بنقول مهم تعرف نظرتك لنفسك إيه، تعرف إن فيك مقومات تخليك تعيش تحت أي ظروف. شوفانك الصحي لنفسك، هل أنت مقدر نفسك وواثق في نفسك وعارف إن أنت عندك مقومات تخليك تعيش تحت أي ظروف وتتحرك في أي مكان وأي زمان؟ أنت اللي بتدي الناس المعاني دي، أنت اللي بتحط حيزهم جواك قد إيه، أنت اللي بتخلي نفسك اعتمادي عليهم. فإحنا مش المطلوب إن إحنا نبقى اعتماديين على الناس عشان ما نخنقش الناس ونخنق نفسنا. بقينا حمل على الناس وحمل على نفسنا، بقينا محملين بالألم الشديد اللي مش قادرين نستحمله بسبب فكرة عاملة زي بيت العنكبوت. بضربة واحدة تقدر إن أنت تهد البيت ده. أيوة أنت تقدر تعيش لوحدك، وما تقولش إن أنت ما تقدرش. بقولك استغنى عن الناس، مش بقولك انعزل عنهم، لكن بقولك خليك في حيز إن أنت تقدر تعيش بدون الناس وتقدر تعيش معاهم. عارفة إن كلامي بالنسبة للبعض هيكون صدمة، لأن ممكن يكون أسلوب حياتهم وطريقة تفكيرهم عاشوا زمن طويل في علاقاتهم بنفس الفكرة دي، علشان يبنوا الفكرة الجديدة محتاجين يملوا حياتهم أكتر. أهدافك إيه في الحياة؟ بتفكر إزاي؟ مشاعرك إيه؟ علاقتك بربنا؟ حاول تملى نفسك بأكبر عدد ممكن من معاني الحياة. الحياة أكبر من وجود أشخاص في حياتك، معاني زي علاقتك بربنا، زي تأملك لنفسك من جوه، تأملك لمشاعرك، تأملك للحياة. أهدافك إيه هي في الحياة؟ عايز تعمل إيه؟ عايز توصل لإيه؟ نفس البشرية يا جماعة مش سهلة أبدا، ربنا أقسم بيها، ربنا قال ونفس وما سواها. في حاجات لحد دلوقت أنت ما تعرفهاش عن نفسك، ولو كنت في علاقة مؤلمة وسبت العلاقة دي هتكتشف في يوم من الأيام إن في حاجات ما كنتش شايفها وشفتها، ما كنتش تعرفها وعرفتها. مفهوم الاستغناء الصحي إن أنت عايش بالناس ومن غير الناس، لو موجودين في حياتك هم إضافة ليك. حاجة اسمها إنك تنعزل شعوريا، يعني تبقى عايش وسط الناس وعمال تفكر وتتأمل في نفسك، عمال تهذب في مشاعرك، تقيم في أفكارك، عمال تدير في نفسك، تتأملها من جوه. اللي ده بيخليك تتملي من جوه، وبيبقى وجود الناس في حياتك هم مجرد إضافة. محدش مسؤول عن نفسك غيرك، محدش هيقدر يديك اللي انت عايزه مهما حاولت تلف وتشوف علاقات ياما، مهما كان اللي حواليك طيبين وكويسين برضك محدش هيملاك غيرك. انت مسؤول عن نفسك. حاول ان انت تشوف عيوبك ايه وتقويها، وتتأمل في مميزاتك وتحاول ان انت تشجع نفسك اكتر فيها. كل الحاجات دي بتملاك وبتخلي قيمتك عالية قوي عند الناس، وبتخليك في نفس الوقت منفصل نفسيا عنهم، مش معتمد عليهم. زد نفسك كلها في استغنائك عن الناس، حتى لو انت بتقول انا بدي الناس كتير قوي وملاقيش شكر ولا تقدير، وده مش عايزينه. احنا عايزين ندي الناس علشان ده بيسعدني، عشان انا حابة كده، عشان ده بيبسطني ويخليني احس بالرضا.
عشان ده جزء من كياني، أحس بوجودي في الحياة. لكن إن أنا أقول أنا بدي الناس وملاقيش مقابل، هو ده المشكلة. انت كده بتوصل نفسك إن انت بتعتمد على الناس. ده معناه إن أنا مطلبش حاجة من الناس؟ هتطلب من الناس عادي، هتبقى محتاج ليهم عادي، بس هنا بتطلب بأريحية. الناس استجابت وحققت طلبك، كان بها، تمام يا فندم. طب الناس رفضت طلبك، برضك مش هتزعل، لأنك في الأول وفي الآخر انت مليان من جوه وعارف ان انت معتمد نفسيا على نفسك. ساعتها مش هنزعل وهنقدر فعلا نستحمل. محتاجين نعمل توازن، نعمل علاقات مبنية على حدود، علاقات صحية مش علاقات مرهقة، علشان الناس لما تيجي تديك تلاقيك مليان